السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في حصة جديدة. هاد النهار غادي نشوفوا لاصوص مورني، هي وحدة من المشتقات ديال لاصوص بيشاميل اللي كتنتمي للصلصات الساخنة البيضاء. المقادير غادي نحتاجو 40 غرام ديال لافارين، 40 غرام ديال الزبدة، 50 سنتيلتر يعني نص سيطرو ديال الحليب، جون دوف صفر البيضة، 100 غرام دو فروماج ديال الكرويير فروماج الحمر، وعندنا سيل بوافغ نوا د موسكاد يعني الملحة وبزار والكوزة. هذا باش نصوبو لاصوص مورني. تكنيك دو بريباراسيون يعني طريقة التحضير. اول حاجه كنبريباريو لورو. بالنسبه لورو بلون راه ديجا عندنا في فيديو سابق في القناه، انا نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. دونك هذا لورو بلون تنديرو فيه الزبده كنخليوها تذوب، ومن بعد كنزيدو لافارين وكنخليوه يطيب واحد 3 دقائق 4 دقائق على ما كيطلق لنا داك لاموس كما تلاحظوا. دونك ملي كتكون داك الرغوه من الفوقه ديال اللوغو، دونك راه اللوغو راه واجد. غير التذكير بالنسبه للغراماج ديال اللورو، اما 60 غرام صلصه جاريه شويه، اما 120 غرام صلصه مويان، اما 240 غرام صلصه عاقده على حسب نوع الاستعمال اللي غتستعمل فيه لاصوص. وهنا كنهضروا في الليتر ديال السائل، يعني في 1 لتر دو ليكيد، سواء حليب سواء فون سواء ماء. من بعد كنغليو الحليب ديالنا، نص لتر د الحليب، وكنقبطوا هذاك الحليب اللي مغلي وكنكبوه شويه بشويه على داك لوغو اللي هو خصو يكون بارد، وحنا كنطلعوا اوتوماتيكمون لاصوص بيشاميل. باش غنحصلوا على صوص بيشاميل، حيت لا بيشاميل اش كتساوي لنا لوغو بلون زائد لو لي زائد الحليب. دونك لاصوص بيشاميل راه ديجا كاينه في صندوق الوصف، حتى هي غنخلي لكم كاين الرابط ديالها، غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. وهنا كما قلنا كتختار العقوديه اللي بغيتي على حساب لا باز اللي قلت لكم، سوا ديال 60 سوا ديال 120 سوا ديال 240، وممكن تنقص منهم ولا تزيد شي شويه على حساب الرغبه ديالك وعلى حساب لاصوص كيفاش بغيتيها تكون، وعلى حساب النوع ديال الاستعمال ديال لاصوص. دونك دابا حصلنا على لاصوص بيشاميل واجده. منها باش غنصوبو لاصوص مورني، حيت لاصوص مورني هي المشتقات ديال لاصوص بيشاميل اللي كتعتبر كما قلنا من الصلصات الساخنه البيضاء، لي صوص شود بلونش بحال لاصوص فولوتي. وحنا اختارينا هاد العقوديه ديال لاصوص مورني لان غنحتاجوها في الكراطان، يعني خصها تكون شويه قاصحه. بعد ما كنصوبو لاصوص بيشاميل كنزيدو لها صفر د البيض كما تلاحظوا. من الاحسن يكون خارج العافيه، عاد نرجعوا للعافيه، سينو تكون العافيه مهيله بزاف. ومن بعد كنزيدو شويه ديال الفرماج رابي، وهنا كنكونوا حصلنا على صوص مورني. دونك صوص مورني كتساوي لنا صوص بيشاميل زائد جون دوف صفر د البيض زائد فرماج رابي. لاصوص مورني ابخيت هي واجده. كنشكركم على المتابعه، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. نتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.